التواضع في الموهبة يقلبها بالضبط. بالظبط كده، ودي نصيحة رقم 1 من مش هقول لك 25 نصيحه في 2025 لان انا عدد تجاربي اصلا ممكن ما يكونوش وصل 25، بس 25 غلطه انا محتاج اصلحها. وعلى ذكر الموهبة، فزي زيك مدرس الانجليش قال لابويا انت ابنك ذكي ويجي منه، بس يركز شويه وعنده البوتنشال. وساعتها صنفت نفسي من الصف محسوبين على الشاطرين، رغم اني ما بذاكرش ولا ببذل نفس المجهود، بس وصلت لده بطريقتي. فضلت كده سنة ورا تانية معتمد على البوتنشال، بس مستواي بيقل. ما حطيتش في دماغي بصراحة، لان دي كده كده مش حتتي. وقلت انا لو بعمل الحاجه اللي بحبها هبقى اجمد واحد فيها، كده كده اكيد مش محتاجه. بس الحياة ما طلعتش بتمشي كده. ايه ده؟ في كتير زي اصل مش كلنا هنبقى دحيحه، او كلنا عندنا مخ بنفكر بطريقتنا اللي هتكون مختلفه، ده طبيعي. فانت كشخص بيفكر بطريقته هيفضل عندك البوتنشال في موهبه ما لغايه ما تطلع، وعشان تطلع لازم تفضل شغال عليها، ما تبقاش متواضع، خلي الناس تشوفها. عشان لو وقفت شغل مش هتبقى موهبه anymore، او اصلا مش هتبقى حاجه موجوده. عشان كده ابي يوسف قال